التضحية واستمرار الزواج من أجل الأبناء؟ سؤال عميق هذا كثير. أكيد ضد. ضد. الاستمرار بزواج فاشل هو موضوع كتير صعب، وصعب كتير جدا على الشريكين، وإنما لما بكون في أولاد الأولوية دايما بتكون للأطفال. أنا هذا برأيي الشخصي. هالشي بنظري بيأذي الأولاد أكثر ما ينفعهم. حسب الظرف اللي عم يمرقوا فيه، في مثل ما قلت لك في أغلاط تغتفر وأغلاط لا تغتفر، بس إذا كانت أغلاط بتتمرق أكيد لأنه حرام نحن عم نجيب أطفال لازم يربوا بين الأم والأب. لازم يكون أوعى من هيك يعني. هذا الشيء بيأثر على الأولاد، نحن ما عم نحكي هيك مشان الأولاد، بيأثر عكسا على الأولاد. لازم الرجل والمرأة يضحوا من أجل أولادهم 100%. هالفكرة مزبوطة. طبعا ليش الإنسان إنه لازم يضحي كرمال أولاده؟ هو خلص إنه أنا بعرف إنه عاش حياته، تزوج، جرب الزواج، لازم هو لو يفكر بشو بيفكر بأولاده. أكيد لازم إنه يضغط على جرحه إذا كان عم بيعاني كرمال أولاده، يربيهم تربية صالحة وما يطلعوا بين الطرفين. ليش؟ لأنه أنا سمعانة كذا قصة وحوالي ناس بعرفهم إنه ضحوا بحياتهم كرمال الأولاد، والأولاد ما طلع منهم أبدا خير لأهلهم. أنا ماني مضطر أساساً لساعتني شاب أتحمل وأتعب وأتعذب مشان ابني. ليه؟ ماني مضطر. ابني بربي أحسن تربية أساساً أنا. وقت اللي بكونوا صغار لازم، وقت بيكبروا أكيد بينفصلوا، يعني وقت بصير الولد عمره 15 سنة